نورة فتحي يتم استدعاؤها أمام لجنة التحقيق بسبب أغنيتها الأخيرة، والجلسة يوم غد 24 من مارس. يا جماعة، اللجنة الوطنية للمرأة National Commission for Women دخلت على الخط واستدعت النجمة نورة فتحي ومعها سانجاي دوت بسبب أغنية سركيتشو النار. الجلسة يوم 24 من مارس، والتهمة محتوى فاحش وإيحاءات غير مقبولة. يعني الموضوع مو بس ترند، دخل بقوانين ومحاكم وقصص كبيرة. نورة شو قالت؟ قالت إنها أصلاً ما كانت تعرف تفاصيل الهندية، ولما فهمت الكلمات حذرت المخرجة بنفسها. بس الجدل كبر بسرعة لدرجة إنه تم حذف الأغنية من يوتيوب، وفي كلام حتى عن حظر رسمي. في رأيي الشخصي الصراحة، الأغاني اللي بتعتمد على جدل أحياناً بتقلب ضد أصحابها. من وجهة نظري كمحللة، اللي عم نشوفه هو تجديد حقيقي على المحتوى ببوليود، ويمكن بداية مرحلة جديدة فيها رقابة أقوى، خصوصاً مع ضغط الجمهور والسوشيال ميديا. سؤالي إلكم، برأيكم نورة مظلومة ولا فعلاً الأغنية تعدت الحدود؟